النهارده الوصفة بقى الخيالية اللي من غير بيض. هتعملي كيكة من غير بيض ومن غير حليب، هشة وطرية وجميلة جدا. مكوناتها كلها بسيطة وسهلة، وكلها هتبقى موجودة في صندوق الوصف تحت الفيديو. اول حاجة هجيب كوباية سكر، ونفس الكوباية هعاير بيها كل حاجة. كوباية وربع مية مغلية تغليها عادي وتحطيها على السكر، ونص كوباية زيت، ويكون زيت نوعه حلو عشان يديكي طعم حلو للكيكة. هتقلبي المكونات دي كويس جدا مع بعضيها لغايه لما السكر يدوب. هنزل بعد كده بكوبايتين دقيق ومعلقتين نشا، باكو فانيليا ومعلقه بيكنج باودر من المعلقه الصغيره دي، ومعلقه صغيره خالص كده على طراطيف المعلقه بيكنج صودا، ورشه الملح. وهقلب المكونات الجافه دي كويس مع بعضيها، وهقلبها كده في الخليط السائل اللي انا عملته. طبعا هقلب بقى كل المكونات ديت، وهنزل الدقيق على 3 مراحل. واهم حاجه تكوني نخله الدقيق بتاعك كويس جدا عشان يديكي نتيجه حلوه للكيكه. هقلبهم بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. واخر خطوه معايا هي معلقه الخل. الخل بيدي طراوه كده، وبيدي هشاشه للكيكه، وبيديها ارتفاع حلو، وكمان بيخلي لونها ابيض من جوه ومتبقاش غامقه. طبعا الكيكه دي من احلى الكيكات بجد اللي انا عملتها، وطلعت معايا جميله جدا. ولا فيها بيض ولا حليب ولا زبده ولا سمنه ولا اي حاجه. كيكه اسفنجيه وجميله جدا، وما بتاخدش معاكي وقت كمان في الفرن. جميله جدا وهشه وطريه، وهتعجبك جدا. اعمليها جنب كوبايه الشاي كده الصبح، بجد بجد هتستغني عن الكيكه ام بيض دي نهائي. ممكن تعملي بيها كيكه البرتقال، هتطلع معاكي برضو تحفه. يلا، لو عجبكم الفيديو عايزه لايك وشير للفيديو، وما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات ايه رايكم في الكيكه. ويلا اقول لكم باي باي ومع السلامه في وصفات جديده واقتصاديه مع مطبخ الشيف توته.